دي بداية المرحلة الثالثة والرابعة، بدأنا نعمل فيها الشبكات إن شاء الله على خير. طيب يحصل إيه يا دكتور وسام لو الأرض حضرتك قلت إن إحنا أول ما نزرع إن شاء الله في شهر 6 و7 هنقدم على التمليك مباشرة عشان ما ندفعش إيجار في المحافظة. طيب يحصل إيه لو حضرتك ما بعتش الأرض كلها؟ الحقيقة إن أنا هجهز الأرض كاملة وهتتزرع كاملة، سواء الجزء اللي هيتباع او الجزء اللي مش هيتباع. بمعنى انه هفترض انه اتباع من 160 فدان 100 فدان فقط. ال 60 فدان هعمل فيهم ايه؟ الحقيقه هزرعهم وادفع تمليكهم، مفيش مشكله خالص، وبعدين يبقوا يتباعوا السنه اللي جايه. بقى ايه، نشوف الاسعار هيبقى شكلها عامل ازاي السنه اللي جايه، وطبعا اكيد برضو نعمل حساب اللي احنا صرفناه السنه دي. فمفيش قلق خالص من فكره انه مش كل المساحه تتباع، لانه ده ما فيش بالنسبه لي انا، ما فيش مشكله خالص. كده كده احنا بدانا اهو في المرحله الثالثه والرابعه، يعني هنخلص ال 160 فدان كاملين شبكه ونزرعهم ان شاء الله برضو مع باقي الارض. ممكن طبعا ما نزرعهمش نخل، نزرعهم اي حاجه تاني بس لمجرد التقنين. وبعد ما نخلص فكره التمليك نبدا على خير ان شاء الله. يعني نبدا نزرعهم النخل السنه الجايه على حسب طبعا اللي هيشتري السهم، عايز يزرع صعيدي، عايز يزرع مجدول، فنزرع له الصنف اللي هو محتاجه. لكن النهارده ما اقدرش مثلا ازرع نخل وبعدين يجي يقول لا ده انا مش عايز صعيدي، لا ده انا مش عايز مجدول، وفي نفس الوقت كمان علشان التكلفه. فالجزء اللي مش هيتباع او مش هيلحق يتباع يعني قبل موسم الزراعه السنه دي اللي هو شهر 6 و7 نزرعه بقى اي صنف اشجار اي حاجه، يعني مش هتفرق كتير لحد ان شاء الله على خير ما يجي موسم الزراعه السنه الجايه ونشوفه ايه اللي هيشتري السهم هيزرع يعني اي صنف من اصناف النخيل. طيب حضرتك مرتبط بالنخل الصعيدي والمجدول، والله ده حضرتك اللي انا اقدر اضمن فيه ان شاء الله على خير، يعني والضامن هو الله، اضمن شغله واضمن تسويقه وخلافه. طيب انا عايز ازرع سكري يا دكتور وسام، عايز ازرع صقعي، عايز ازرع اي صنف تاني، مفيش مشكله خالص، بتابعه لحضرتك. لكن التسويق انا معرفش يعني سكته ايه، اذا كان في عمليات خاصه فنيه خاصه بالصنف ده يعني هنبقى نشوفها طبعا مع الاستشاري. وده يودينا لسؤال كمان، هو خبرة حضرتك قد ايه يا دكتور وسام في النخيل عشان تدير مشروع نخيل بالحجم ده؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده منطقية جدا إنه حضرتك أنا بدير المشروع إداريا فقط، إنما معانا استشاري نخيل محترم، معانا مهندس بيكون موجود في المكان، يعني بمعنى أصح الشغل الفني اللي هو هنروي ازاي، هنسمد ازاي، هنعمل ايه، عمليات فنية في النخل، ده ما بيبقاش قراري، بيكون قرار استشاري النخيل اللي موجود معانا، وهو راجل محترم جدا ومعايا في مزرعة الخاصة بقاله 3 سنين النهاردة. فده بيكون هو رأيه أو كأسف رأيه بيكون هو القرار الأول والأخير في أي خطوة بناخدها جوه المزرعة من فنيات. إداريات أنا بتكفل بيها، إنما فنيا بيكون استشاري المشروع هو المسؤول. كمان العمال اللي معانا الحقيقة احنا بنحاول نختار ناس بتعرف تشتغل في النخل، وفي بعض منهم حتى ناس نخالين كل العمليات الفنية في النخل بيقدروا يعملوها مع عمال ما عندهمش خبرة، بحيث يعلموهم، يعني بحيث على مدار السنين يكون عندنا تيم كبير زي ما بيقولوا ولاد المزرعة، يعني علشان ان شاء الله لما يبقى في انتاج كويس يكون عندنا عمالة مدربة بتاعة المكان، او يعني ولاد المكان زي ما بيقولوا. قلت بس اوري حضراتكم كده اخر التطورات، وربنا ربنا يسهل الحال. دعواتكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.